السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الجمال على كل حبايبنا في كل مكان. هنتكلم النهارده يا جماعة عن فوائد عشبة الشيح الرهيبة. الناس يا جماعة اللي مش بتستخدم عشبة الشيح للحمام عندها وللطيور عامة فناقصها كتير جدا. الشيح ده يا جماعة فيه عناصر غذائية وفيه عناصر انت هتذهل ان شاء الله لما تسمع ان انت لحد النهارده ازاي ما بتستخدمش الشيح عندك للطيور. اولا يا جماعة الشيح ده غني بالمعادن، في فوسفور وفي بوتاسيوم وفي حديد وفي مغنيسيوم وفي منجنيز وفي كالسيوم. وكمان يا جماعه ان الشيح ده من اقوى الاشياء اللي هي ممكن تطرد الديدان وعلاج قوي للديدان. عارفين يا جماعه الخير، احنا لما يكون في ديدان في الحمام او لما يكون في ديدان في الدواجن ما بتبيضش. لما بيكون في ديدان في جسم الحمام برضو ما بيبيضش. ده مش بس قاتل للديدان، ده فيه زي ما قلنا فيه بوتاسيوم وحديد وفوسفور وكالسيوم. الحاجات دي اللي بيحتاجها جسم الحمام، خصوصا لو انت بتربي الحمام المحبوس. الحاجات دي كلها موجودة في طبعا عشبة الشيح. طيب الشيح به مواد مضادة للأكسدة وهو قوي جدا للحمام. كمان يا جماعة الخير الشيح يقضي على البكتيريا بكل أنواعها التي تسبب في أمراض مثل السالمونيلا. طبعا انت عارفين ان السالمونيلا هي عدو الحمام الأول، فانت لو بتستخدم الشيح كوقاية من الأمراض ديت صدقني مش هيجي عندك الأمراض ديت نهائي. وكمان الكوكسيديا. والشيح يا جماعة مفيد جدا للجهاز التنفسي. الحمام اللي بتلاقيه عنده تنفسي، العدوى الوبائية زي التنفس يا جماعة، الحاجات دي بتبقى فيه عدوى بتتنقل للطيور بشكل رهيب جدا وممكن ادمر عندك القطيع. فالشيح يا جماعة بيقضي على الموضوع ده. الشيح كمان يعتبر مضاد حيوي يا جماعة، وكمان مضاد سموم. وكمان يا جماعة مضاد للانتفاخ. الحمام بيكون عنده انتفاخ وبتلاقي حمام كاشش وتلاقي الحمام بيعمل اخراجات بصعوبة، كل ده بيقضي عليه الشيح. وكمان طارد للغازات. كمان يا جماعه في الشيح ده رهيب بصراحه. الشيح له فوائد كثيره في علاج المفاصل. في جماعه الحمام اللي هو يعني في التهاب في المفاصل، في حمام بتلاقيه بيدوس على رجله بصعوبه، بيعالج الموضوع ده كله. وكمان بيعالج الجهاز الهضمي، بيساعد في الهضم. الشيح كمان بيساعد بصوره كبيره في علاج الاسهال، يعني لو في عندك كمان اسهال. يعني انا مش عايز اقول لك، لا افضل اعدي لك فوائد الشيح لا تعد ولا تحصى. كمان منشط طبيعي للكبد، منشط للكبد وبيزيد من معدل الخصوبه. وكمان الشيح بيساهم في تقويه جهاز المناعه. يا جماعه الخير لو جهاز المناعه بقى قوي عند الطيور ديت انت مش محتاج ان انت تعمل لها حاجه. اهم حاجه ان احنا بنقوي جهاز المناعه عند الطيور دي. وكمان زي ما قلنا اقوى حاجه في علاج الديدان، لان الديدان ديت هي زي ما قلنا اللي بتخليش فيه انتاج عندك. ريحه الشيح كمان بتطرد الحشرات زي الفاش والسحالي والحاجات دي كلها. الناس اللي بتقول فيه ابراص وفي حاجات بتمشي على الجدران كده ومش عارفه هي ايه دي، ان السحالي او الابراص او الوزغ. الشيح يا جماعه بيطرد الموضوع ده. حتى لو عندك تعابين وحطيت شويه شيح بس في ركن كده فهو بيطرد الموضوع ده نهائي من فوائده، من ريحته النفاذه. وبيطرد كمان الحشرات، جميع انواع الحشرات اللي عند الطيور الشيح دي بيطردها وبيقضي عليها نهائي. وكمان الفاش يا جماعه، الفاش ده اللي هو عدو الطيور دي، ولكن هو مش علاج للفاش بالمناسبه. يعني انت وقايه وبيطرد الحاجات دي، ولكن علاج الفاش انا جربت على علاجات كتير والخبره بقى بتحكم هنا. الميلاسيون يا جماعه الخير اقوى حاجه بتقضي على الفاش ده، لان الفاش ده مناعته عاليه جدا جدا. يعني مناعه الفاش ده ممكن تلاقي ان في ناس جربت حاجات الراجون وديتول وكلور وجربت كل المبيدات، ولكن اعلى حاجه بتجيب معاه هو الميلاسيون 5%. بتلاقيه موجود عند بتوع المبيدات الزراعيه. الشيح يا جماعه بيقضي برضو زي ما قلنا على الحشرات دي كلها والوزغ والتعابين. مش بيقضي عليها بقى، بيخليها تسيب المكان وتترك المكان عندك نهائي. الشيح كمان لو انت بتديه في فتره القلش اللي احنا فيها دلوقتي بيطلع الريش، بيلمع ريش الحمام بتلاقيه لامع وقوي. الشيح يعتبر مقوي للعظام، خصوصا لو انت عايز تاسس زغليل، لان هو بيحتوي على الكالسيوم. في كالسيوم الشيح، بس مش ان هو علاج للديدان ولا علاج للعظام،
لا يا جماعه، ده فيه كالسيوم وبيعالج كل، يعني الشيح ده على فكره مفيد للانسان ومفيد للحيوان ومفيد للطيور، ولكن احنا خلينا بنتكلم عن الحمام النهارده. طيب، عشان بقى ان انا استخدم الشيح دي والطريقه الصحيحه، لو انا هستخدمه يا جماعه لعلاج الديدان، فبديه لو استخدمه لعلاج الديدان، لو انا عايز اقضي على الديدان، فبجيب معلقه من الشيح، معلقه كبيره، وبحطها على لتر ميه، وبسيبها 24 ساعه، بسيبها 24 ساعه، وبعد كده بقدمها للحمام الصبح قبل ما ياكل، على الريق كده الصبح قبل ما الحمام ده ياكل، بقدمها للحمام. اعمل معاه كده 3 ايام، خلصت ال3 ايام اريح 14 يوم، 14 يوم، وارجع اكرر نفس اللي انا عملته. ايه اللي انا عملته؟ زي ما قلنا، بنقع الشيح ده معلقه شيح على لتر ميه 3 ايام، بعد كده بصفيها وبقدمها للحمام على العطش الصبح. تمام، يعني عطش الحمام ابدا ان انا اقدمه للحمام. لو انا بقى عايز استفيد من الشيح ده ككل، كطارد للحشرات وكمقوي جهاز المناعه ومقوي العظام ومقوي القصه دي كلها، انا طبعا بجيب معلقه شيح بغليها كويس على لتر ميه، بغليها وبحكم الوعاء جيدا عشان اقفل الوعاء، يعني عشان من الزيوت الطياره ما تطيرش من الوعاء. وبعد كده بقدمه للحمام. صدقني مش هتلاقي وقايه للامراض، ووقايه من نيوكاسل ومن السالمونيلا ومن الكوكسيديا ومن الامراض اللي هي بتضر الطيور ده عندنا، ومش هتلاقي عندك حشرات في المكان. الشيح يا جماعه فوائده لا تعد ولا تحصى، لو فضلت اتكلم على الشيح هقول كتير جدا. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم على خير، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.